السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم شي حاجه اللي مبدله بزاف. اليوم جيت عند ماما للدار باش نعاونها. هزينا الصالون، هزينا كلشي وبدينا التصبان. راكم كتشوفوا دابا، شفتوا اللقطات الاولين ما كاين غير الصابون والحكان والنشاط. وفي نفس الوقت غادي ندير معكم بسطيله، غندير معكم 30 بسطيله وغادي نعطيكم القياس ديال كل وحده. وعاوتاني غنعطيكم واحد الماسك اللي زوين بزاف اللي غادي يبيض لكم الوجه ديالكم واللي غادي تحتاجوه خصوصا في المناسبات ولا في شي حاجه اللي كتجيك على غفله وما كتعرفيش شنو غديري. هذا الماسك غتبان لك النتيجه ديالو من اول استعمال بلا ما غتحتاجي كل نهار ديريه وعاد تبان لك النتيجه. غتبان لك النتيجه من اول مره وغادي تشكريني عليه. المهم البسطيله اللي كنتو بزاف ديال البنات دخلوا عندي وقالوا لي ولي عاوديها معانا واللي قولي لينا المقادير مضبوطه، حتى حنا كنبغيو نديروا بسطيله وتنخافوا منها. وداكشي انا شاركه معكم بالطريقه ديالي، حيت قالوا لي شاركي لنا بالطريقه ديالك اللي كتجي مبسطه وسهله واي وحده في اي زعما اي بنت تقدر ديرها. فالمهم انا غادي نبدا لكم دابا خطوه بخطوه. اول حاجه كيف ما قلت لكم نبدا لكم بالماسك. هو الاول مكوناته بساط ولكن النتيجه ديالو زوينه بزاف. غتحتاجوا فيه الشوفان والحليب. الشوفان يكون مطحون، انا وريتكم الشوفان ما مطحونش والشوفان مطحون باش البنات اللي ما عارفينوش يعرفوا الشكل ديالو كيفاش داير. وها هو دابا طحنته، درتو في هاد الزليفه هذه وخويت عليه شويه ديال الحليب صافي وخلطته مزيان وحطيته في الجنب. ودابا غندير الكوماج. بالنسبه لكم نتوما ديروا اي كوماج كيوافق لكم الوجه ديالكم. انا كندير الكوماج ديال القهوه والسكر والزيت البلديه يعني زيت الزيتون، اولا كندير غير القهوه وزيت الزيتون اولا سنيده وزيت الزيتون اللي كان عندي في الدار كنديرو. المهم نتوما شوفوا اللي غادي يوافق لكم الوجه ديالكم. صافي من بعد ما تنخلط الكوماج ديالي كنجي كنديرو كنحك الوجه ديالي بحركه دائريه هكا بشويه باش ما نجرحش الوجه ديالي. صافي حتى كنقومي الوجه ديالي كامل، تنحيد ديك الخلايا الميته وكلشي داك الوسخ اللي عندي في وجهي. والكوماج انا وليت كنديرو 2 مرات حتى 3 في الشهر. صافي ما بقيتش كنبغي نقوي على وجهي باش ما يطرخاش. المهم الكوماج انا كندير ليه يديا، كندير حدا الفم ديالي هذيك البلاصه اللي تكون كحله واحد شويه حدا الفم. صافي كنقومي كلشي مزيان. من بعد كنغسل بالماء عادي ما يكونش سخون، غير عادي من الروبيني. ومن بعد غادي ندير الماسك ديالي ديال الشوفان والحليب. المهم هنايا راه من بعد ما تخلطوهم كيجمع راسو شويه داك الشوفان، بعد ما كيجمع راسو كيولي بحال الكريم. ديك الساعه صافي تنبدا نطبقو على وجهي. انا كندير غير بيدي صافي ومن بعد كنغسل وجهي ديالي وكتكون هذه هي النتيجه. الصراحه النتيجه ديالو زوينه بزاف وانا عطيته لكم في دقيقه ما عطلتكمش بزاف باش تستافدوا منه. وفي نفس الوقت نكون عطيتكم بعدا واحد الماسك اللي غادي ينفعكم في الشده. صافي هنايا دزت باش نوريكم التخمال ديالنا والنشاط ديالنا. بغيت نشارك معكم هاد الاجواء هادو. جيت للدار بغيت نعاون ماما مسكينه، لحقاش راكم عارفين الوالدين ضروري خصكم تعاونوهم، ضروري ما كيبقاش عندهم الجهد مساكن. فجينا هزينا داك الصالون خمناه مزيان وطلعنا ديك الصربيه للسطح باش نحكوها. راه ولات حالتها. راكم عارفين هاد الموكيطات هادو تيجمعوا شويه ديال الخمله وتيجمعوا شويه واخا كتعياي تحكي فيهم بالشطابه ولكن ما كيبغيش يتحيد منهم حتى كضربي لهم شي كرمانيت. صافي طلعناه للسطح، قالت لي ماما صافي هذا خصو ضروري يتصبن. طلعناه وحكيناه مزيان تعاوننا ليه انا وهاجر. وماما بعد المرات تدخل منين كتشوفنا عيينا كتدخل باش كتسرحنا واحد شويه. ولكن راه الموكيط واخا تشوفوه بحال هكايا راه كيعيي. راه من بعد ما هاد الموكيطات هادو من بعد ما تيدوزوا واحد المده كيولي صعيب عليك انك تصبنيهم. من الشتاء كتولي توحل فيهم والله. صافي هو حاولنا معاه حتى رديناه كيشعل ديال بصح، عرفتو كرمناه ديال بصح. صافي ما بقاش فيه كاع الوسخ. وماما ديما فيما كتكون عندنا شي مناسبه اللي كبيره ولا شي حاجه ضروري ما خصنا نخملو، ضروري ما خصنا نصبنوا الملايات، نصبنوا الزرابي، نصبنوا كلشي حتى كتولي الدار كامله كتشعل. فهذه هي الحلاوه ديال المناسبات. ضروري ما كيكون هاد لومبيونس ديال سميتو ديال التسياق ديال الحكان ديال الزرابي وديال التصبين ديال الملايات. البنات كاملين غيكونوا بحالنا ديما تنوضوا امواتهم نوضوا تقعدوا نوضوا تصبنوا نوضوا تستفوا على الملايات تلقاو ناس اللي هنايا نوضوا تقعدوا ديروا الشقه. والله الا البنات كلهم دايرين بحال هكا مساكن. ضروري تيطيحوا في هذه المواقف مع الامهات، ضروري ما خصهم يعاونوا. ولكن هذه هي الحلاوه، ضروري خصنا نعاونوا الوالدين ديالنا وما نخليوش الام مسكينه راه تتعيا بالشقه، تتعيا كل نهار عليها شقه، كل نهار تماره وعاد تزيدها بالتخمال والتسياق وداك الشيء راه بزاف عليها. صافي المهم البنات انا غادي نكمل دابا معكم هذا الشيء ومن بعد نتلاقاو باش نوريكم البسطيله.
بعد ما ساليت الصابون ضربت واحد السياقه مزيانه للسطح كيف العاده باش هو كيتنقى وكيولي مزيان. دابا غنشارك معكم بسطيله. المهم هاد البسطيله هذه راه ديجا كنت شاركتها معكم، ولكن بزاف ديال البنات اللي دخلوا عندي من بعد داك الفيديو اللي كنت قلت لكم اللي كانوا سولوني على لي كوموند، وكنت قلت لكم راه شديت من موراها غير شي جوج ديال لي كوموند صافي وحبست، فسولوني بزاف على البسطيله وباش نولي نعاودها معاهم بالتفاصيل وبطريقه اللي مبسطه بزاف. فهذه راه ديجا كما قلت لكم شاركتها معكم. المهم انا هنايا كان عندي تقريبا 10 كيلو ديال الدجاج، ودرت معاه انا غنعطيكم دابا قياس ديال 30 حبه، وغنعطيكم بالنسبه للبنات اللي باغيين فروج واحد باش ديري فروج واحد شحال غادي خصك ديال العطريه وشحال خصك داكشي المقادير مضبوطه. المهم هنايا درت 10 كيلو ديال الدجاج، ودرت تقريبا 3 كيلو ديال البصله، درت النص ديال الكميه ديالها في الطنجره ودرت عليه الدجاج، ونص الكميه الاخر اللي بقى عاد غادي نديرو من بعد. هنايا كيف ما كتشوفوا درت داك الدجاج ديالي كامل فوق ديك البصله. وبالنسبه للعطريه درت 3 المعالق يكونوا مبومبيين صغار ديال السكينجبير، 3 المعالق ديال الخرقوم، 2 معالق ديال القزبر حبوب مدكوك، شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال البزار ما تكونش عامره، وجوج عواد ديال القرفه، وجوج دويمات. المهم هنايا راه عطيتكم المقادير مضبوطه ديال بصح، والعبار ديما انا كنعبر من المعلقه الصغيره، هي المعلقه الصغيره ديال السكينجبير والخرقوم تكون مبومبيه. اما ديال سميتو ديال القزبر مدكوك راه ضروري كيجي زوين بزاف في الطياب. شوف القزبر مدكوك كيجي زوين وتيبان الطياب كيعطيه واحد المذاق اللي زوين بزاف بزاف. صافي غادي نزيد معلقه ديال السمن، وعندي هنايا تقريبا واحد 3 المعالق كبار عامرين ديال المعدنوس، وغادي نزيد الزيت. بالنسبه للزيت القياس ديالو درت كاس صغير ديال زيت الزيتون وكاس صغير ديال زيت النباتيه العاديه. بالنسبه لهذاك الكيسان اللي كتشوفوا فيهم راه صغار بزاف بزاف، انا ما كنقويش لي دم باش كيجي داك الشيء مزيان وبالعبار ديالو. المهم الكيسان الصغار راكم شفتوهم قداش. وغادي نزيد الماء يكون سخون، ما سخونش بزاف، ومهم عادي دافي وصافي. زدت عليهم الماء سخون وغادي نحرك الطنجره هكا غير بايديا غير هكا باش يتحرك داك الشيء كامل. وغادي نزيد عليهم واحد الفص ديال الثومه، ماشي بوت ماشي راس كامل ديال الثومه، لا غير فص واحد، غير بوت واحد ديال الثومه. صافي قطعتو بهاد اللعيبه هذه ديال الثومه النيت، ولا يكون محكوك كيف ما بغيتو ديروا له. المهم انا زدت غير بوت واحد، ما كنبغيش نقوي الثومه بزاف. المهم انا كندير تقريبا بحال النصيب العادي، غير انايا تنزعم العطريه بزاف، واللي كنزيد هو ديك الضويمه وداك الشيء. المهم البنات اللي كيبغي هكايا اللي ما كيبغيش يدير الضويمه ديروا زعفران شعره، المهم ضروري الا ما كانش الزعفران شعره ديروا الضويمه. صافي هنايا من بعد ما غطيت عليها طلعت عليها ديك الغليه مزيان حتى طلعت مزيان، عاد زدت عليها ديك الكميه ديال البصله اللي بقات ليا، حتى انا قسمت الكميه على جوج. زدت ديك الكميه اللي بقات ليا ديال البصله، وغادي نزيد عليها شويه ديال المعدنوس صافي، وغنغطي عليها ونخليها طيب حتى لهنا. صافي راه حنا سالين البسطيله، ولا بانت لكم ناشفه شويه من الماء فكتزيدوا عليها شي شويه ديال الماء وكتخليو داك الدجاج يطيب، ومع كتوليو تقلبوا كل مره كتجيو تقلبوا باش ما كيلصقش لكم داك الدجاج في الكاع ديال الطنجره ولا ديال الكوكوط، ولا نتوما فيما بغيتو طيبوا. الا كان غير فروج واحد تقدروا طيبوه غير في الكوكوط، راه كيجي عاوتاني زوين. انا ما كانوش الناس بزاف ولا شي حاجه كنت غنصايبها غير للدار عندي، فكنصايبها في الكوكوط كنسد عليها في البلاصه كطيب وكتجي واحد البنه فيها ما يمكنش. صافي هنايا طاب الدجاج، شوفوا غير النظره ديالو غتعطيكم الخبر. هنايا من بعد ما طاب الدجاج مزيان راه ما كياخذش الوقت، نتوما عارفين الدجاج راه دغيا كيطيب ماشي هو اللحم. صافي من بعد ما طاب شديت هنايا غير ديك الكسكاس ديال البرمه. المهم راه كتشوفوا فيه ماش كيقولوا له كسكاس ولا شنو هو هذاك. المهم كسكاس شبكه اللي كان عندكم، المهم شي حاجه اللي غتصفي ديك المريقه اللي غادي تهبط من الدجاج. صافي هزيت داك الدجاج ديالي كامل، نحاول نهز الدجاج نهز دوك العظومه الا كانوا شي عظومه طاحوا تماك ولا شنو ما كان. انا الدجاج كندير غير الصدر والفخذ، الشيء الاخر ما كنديروش. يعني ضروري في البسطيله هذه حاجه معروفه تديري غير الصدر والفخذ صافي، وكاين اللي كيدير غير الفخذ. المهم هنايا بديت كنقي ديك المريقه ديالي مزيان باش فيها فين غادي نطلع ديك العقده ديال البسطيله. المهم نتوما راه غادي اما تحيدوا بشي صفاي اما تحيدوا بهاد اللعيبه هذه. انا جاتني هذه ساهله، ما كتحركيش داكشي مزيان، ما كيتجخطنش، وفي نفس الوقت كتجيك تنتيه سهله ما كضربيش الشماره. صافي هنايا راه حيدت داك العظومه كاملين اللي كانوا هنايا. المريقه ديالي نقيتها مزيان. صافي وغادي نشعل عليها
باش غادي نطلع سميتو العقده. وهاد المرحله هي المهمه في البسطيله كامله، هي هاد المرحله هادي خاصك تكوني فيها يدك خفيفه واحد شويه. المهم هنا في هاد الطنجره هادي زدت 3 ديال السنيده، زدت 2 معالق ديال القرفه يكونوا عامرين، نتوما القرفه على حسب الذوق ديالكم. وهنايا غادي نجي باش ندير البيض. تما كانت عندي البوطه منقوصه، ردوا البال مزيان لا تمشي تحرق ليكم. راه ملي كتحرق ديك العقده راه كتولي البسطيله فيها المذاق ديال المروره. نتوما ردوا بالكم مزيان مزيان مع هاد النقطه هذه، ديما البوطه تقلوا لها في هاد المرحله هذه، وتردوا البال مزيان لديك العقده لا تمشي تحرق. المهم انا ناكد عليكم تنقول لكم داكشي من القلب باش تجيكم بسطيله زوينه. المهم هنايا عندي البيض، انا في 10 كيلو ديال الدجاج درت 12 بيضه نيشان صافي، درتهم في هذا البانيو هذا وغادي نحركهم مزيان. غادي تطربوهم مزيان مزيان بحال ديروا شي كيكه ولا شي حاجه. طربتهم مزيان، عاد غادي نزيدهم على ديك العقده. فاش غادي نزيد البيض، فاش غادي نجي وغادي نزيد البيض في ديك الطنجره، غادي نزيدو تدريجيا مع التحريك. انت كتخوي البيض وانت كتحركي في نفس الوقت، كتخوي البيض وكتحركي. انا ما تشدتش ليا هذه اللقطه هذه، كانت قطعت ليا الكاميرا عليها باش ما شديتهاش. المهم كنت كنخوي البيض وكنحرك، نخوي البيض وكنحرك حتى حصلت على هذه النتيجه هذه. غادي تبقاو تحركوا في هذيك العقده حتى ما كيبقاش داك الماء اللي كيكون داير بالجناب ما كيبقاش. صافي ديك الساعه عرفوا العقده ديالكم راها واجده. منين تشوفوا الماء باقي كتشوفوه في الجناب وباقي كتشوفوه الوسط، عرفوا راه العقده ديالكم باقي خصها شويه ديال الطياب. صافي هنايا من بعد ما تشوفوا العقده ديالكم ولات بحال هكا، عرفوها راها واجده. غتبداو تخويو البيض كيف ما قلت لكم بشويه بشويه، وانتم كتحركوا. صافي ملي غادي تساليو البيض ديالكم كامل ما غاديش توقفوا على التحرك، غتبقاو تحركوا كيف ما قلت لكم حتى تنشف من الماء وما يبقاش فيها داك الماء في الجوانب ديالها وداك الشيء. وفي المرحله اللي تكونوا كتكبوا فيها البيض عندكم تبقاو مقللين البوطه تكون جهدتوا ليها واحد شويه باش البيض ما كيطيبش ما كيطيبش لكم وكيرخي داك البياض ديالو داك الشيء، ما كيبقاش كاع باين البيض راه كاين في ديك البسطيله ولا شي حاجه. المهم هاد النصائح هادو نتمنى يكونوا يفيدوكم. صافي من بعد ما طابت ليا ديك العقده زدت عليها معلقه ديال العسل، ودرت ليها 2 معالق ديال ما زهر. نتوما تقدروا ديروها تقدروا لا، داكشي على حسب الذوق ديالكم. صافي من بعد شديت ديك العقده ديالي حطيتها يا في شبكه يا في اي حاجه فين غادي تقدر تسقطر مزيان، فين ما يبقاش داك الماء فيها، باش منين نجيو نديروها في شنو سميتها في الورقه ما تفزكش لينا الورقه وتقطع. صافي هنايا غادي نجي نصايب اللوز ما غاديش نقليه وما غاديش نخسر فيه بزاف ديال الزيت ولا شي حاجه. شديته درتو في المطايب وفسختو، من بعد ما فسختو درتو في واحد القصديره ودرت عليه تقريبا غير شي 3 المعالق ديال الزيت. صافي دهنتو بهم ودخلته للفران وشوفوا النتيجه ديالو كيفاش جات. راه كيجي تحلفي عليه بحال راه مقلي في الزيت وكيطيح اقتصادي، ما كتخسري فيه لا زيت بزاف ولا حتى شي حاجه. وشوفوا اللوين ديالو كيفاش كيجي مدهن. غير هو الحاجه اللي غادي ننصحكم بها فاش تدخلوه للفران ردوا معاه البال، راه اللوز كيغفل. تقدري تشوفي دابا بيض تقدري دوريها هاد الغيه صافي ولا حموم ما فيه ما تجمعي. فخصك ضروري فاش تقلي الفران تبقاي مقابله تتحركي حتى كيطيب داك اللوز كامل. المهم انا اللوز هكا جاني عرفتي تيفن بزاف، المذاق ديالو تا هو زوين بزاف، ما كيبانش كاع راه طايب في الفران ولا شي حاجه، كيبان بحال راه كيقاليه في الزيت نيشان وانت راكي دايره غير في الفران. المهم هنايا من بعد ما صايبت اللوز وداك الشيء صافي حطيته في الجنب وجيت هنايا باش غادي نصايب الدجاج. هنا الدجاج بديت كنفرتو غير هكايا بايديا، نتوما عندكم الاختيار بغيتو تفرتوه هكا بايديكم فرتوه، وتديروا المقص ديروه. انا هنايا كنفضل ان نديرو هكا بيدي، كتجيني طريقه سريعه وكيعجبني ان نخدم انا بيديا. صافي بديت كنحيد دوك العظيمات، الا كانوا شي عظيمات كنحيدهم، الا كانت شي حاجه اللي شي عظم هكايا ولا شي جلده ولا شي حاجه خاصها تحيد كنحيدها. المهم غادي نكمل بحال هكا وانتم معايا.
وهنا البنات صافي كيف ما شفتوا خليت الفيديو هو شارح راسو براسو بلا ما نقوي لكم انا قوه الهضره. من بعد ما فرزت داك الدجاج كامل قطعته، جيت اللوز طحنته كامل في الهاشوار وصافي غادي نحطوه هنايا في هذا البانيو باش ندير ليه التعليكه ديالو. دابا عاد غادي نحتاجو ديك التقطيره ديال ديك العقده اللي قلت لكم ديروا من تحت منها شي بانيو، ديروها في شي شبكه، هي اللي غادي نحتاجو باش غادي نعلكوا بها داك اللوز. صافي غادي نشد ديك المريقه اللي سقطرات ليا ديك العقده ديالي، درتها على اللوز ودرت عليه القرفه والسكر كلاصي. هاد الشيء كيبقى على حسب الذوق ديالكم، المهم نتوما شفتوا الكميه اللي درت انا، وكيبقى عاوتاني على حسب الذوق ديالكم نتوما شنو بغيتوا ديروا. صافي هنايا من بعد ما درت داك السكر كلاصي جبت 2 معالق ديال ما زهر صافي، وغادي نعلق كلشي بيدي هكا بحال كنبسبسهم. علقت كلشي باش عاد ديك الساعه غادي نمشي باش نخدم البسطيله ديالي. صافي حد هنايا وراكم ساليتوا، الا وصلتوا لهاد المرحله هذه راكم ساليتوا. شوفوا البنات بغيت نوصيكم على واحد الحاجه، في العقده منين تزيدوا المزهر عندكم تزيدوه وهو باقي كيغلي، راه كي مرار. الا بغيتوا تزيدوا المزهر هو من الاحسن ما تزيدوش المزهر بالنسبه للبنات اللي مبتدئات، بلا ما تزيدوا المزهر لحقاش الا زدتوه هو كيطيب غادي يرخي لكم ديك المروره، وهو فاش كيرخي ديك المروره كتولي كتولي فيه واحد النسمه في شكل دايره. فالمزهر لا بغينا نزيدوه في العقده ديال البسطيله خاص صافي تكوني ديك الساعه طفيتي عليها، ولا صافي الا ينطفي عليها عاد ديك الساعه تزيدي شويه ديال المزهر. المهم صافي هنايا بديت راه كنصايب البسطيله ديالي. شوفوا كيفاش كتجي زوينه بزاف بزاف. كندير داكشي طبقات، كندير الدجاج هو الاول، من بعد منه العقده، ومن بعد كندير ديك التسليكه ديال اللوز صافي، وكنجمع بالبياض بالصفار ديال البيض صافي، وكنجمع البسطيله ديالي. صراحه كتجي زوينه بزاف بزاف، مقرمشه وزوينه، والمذاق ديالها راه لا يقاوم. واهم حاجه راه مبسطه، ما قويت عليكم بزاف ديال القوام، ما حتى شي حاجه. هذه بالنسبه للبنات اللي يلاه بادين، وعرفتوا الا جربتوها والله غتحمقكم وغتوليو ديما كديروها هي هاد الطريقه هذه، والله لحقاش ساهله ومبسطه ما فيها ما تبقاو تعكزوا ولا تقولي عكزت نوض ندير بسطيله ولا عكزت تشهيتها ولا ما فيها ما نديرها. عرفتوا راه غير غتشهاوها غتنوضوا ديروها بلا ما تفكروا، غتشهاوها غتنوضوا ديروها. وهنايا كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي كان هذا حيت هضره قلت لكم ديجا شاركتها معكم، هنا كانت طفات ليا الكاميرا وما كملتش معكم التلويه ديال البسطيله ديالي. المهم راه وريتكم النتيجه، وريتكم كاع سميتو المراحل اللي خصكم تتبعوا، الطريقه ديال التلويه ديالها كلشي. المهم الطريقه ديال التلويه كل واحد كتختلف من بنت لبنت، كل وحده وكي كتبغي دير ليها. المهم هنايا راه البسطيله ديالي راهم كاملين، هانتوما هنايا راه عندي 30 بسطيله اللي درت اللي خرجت لي 10 كيلو. بالنسبه للبنات انا نعطيكم دابا بالنسبه للبنات اللي باغيين يديروا قياس ديال دجاجه وحده. ها نتوما البنات اللي باغيين يديروا قياس ديال دجاجه وحده، غادي ديري دجاجه غتحيدي منها داك الظهر وداك الشيء، غادي تخلي غير الصدر وتخلي الفخاد صافي. هادشي اللي غادي تخلي في الدجاجه ديالك غادي تحطيها، وغادي ديري معها كيلو ونص ديال البصله. وبالنسبه للطريه غادي ديري معلقه ونص، انا درت 3 ديال المعالق سماك، انت غادي ديري غير معلقه ونص من كل حاجه انا درتها تما. غادي ديري معلقه ونص ديال السكينجبير، معلقه ونص ديال الخرقوم يكونوا مبومبيين، وغادي ديري معلقه ديال القزبر مدقوق، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار ما تكثريش بزاف، ضويمه وحده، القرفه على حسب الذوق ديالك، وغادي ديري ضويمه، معلقه ديال السمن، 2 معالق ديال المعدنوس، وغادي تزيدي عليهم نص كاس، غادي ديري كاس عادي مخلط ما بين البلديه والروميه ديال الزيت، يكون مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت النباتيه العاديه. صافي هادشي اللي غادي ديرو، غادي تردي الطياب العادي ديالك. وبالنسبه للوز راه هذاك الشيء اللي بقى راه كيختلف على حسب الكميات اللي بغيتي ديري ديال اللوز. اما البيض بالنسبه للعقده اللي كنطلعوا ديال سميتو ديال البسطيله، غادي ديري 4 حتى 5 ديال البيضات صافي، و4 ولا 5 البيضات وراه كيكثرتي، المهم 4 حتى 5. المهم داكشي اللي غادي يطلع لك العقده ديالك. وصافي البنات المهم انا عطيتكم هادشي اللي كندير انايا فاش كندير غير بسطيله وحده عاديه تكون صغيره مقدوده، فهادشي اللي كندير. اما فاش كتجي ندير بسطيله اللي كبيره راه كنحتاج فيها 2 ديال الدجاجات باش يلاه كتجي عامره ومبومبيه وزوينه. وصافي البنات من بعد ما سليت هاد الشقه ديالي كامل، كنت جيت حكيت الكوزينه كامله، سيقتها، حيدت داكشي لدوك المواعن اللي خاصهم يتغسلوا غسلتهم. المهم نقيت الكوزينه ديالي باش كلشي كيبقى مزيان وزعما ونقي. الكوزينه كتولي الا دخلتي ليها كيعجبك الحال، ماشي كتدخلي ليها كتخلعي لحقاش من مور كل حاجه خصوصا مع التصوير وداكشي كترول الكوزينه. فصافي منين ساليت اول حاجه درتها هي دخلت للكوزينه كرمتها كامله صافي وتهنيت منها، وديك الساعه مشيت
جلست فرحت راحتي وصافي البنات. المهم كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا دوزتوا معايا قصه زوينه وتجربوا البسطيله حتى هي باش تشوفوا علاش كنهضر لكم بعدا تجربوا واحد الحاجه عاد كتحكموا عليها. فصافي هادشي اللي كاين البنات. المهم هنايا راه كيف ما قلت لكم كنت غير كنجمع الكوزينه وصافي. المهم ديك الروينه اللي كتبقى ضروري خصنا نحيدوها وصافي البنات. المهم ما بقيتش كنبغي نكثر عليكم بالهضره بزاف وليت كنبغي نشارك معكم داكشي اللي غادي يفيدكم واللي غادي تستافدوا منه واللي غادي يعجبكم في نفس الوقت. حقاش انايا كيف ما كنقول لكم ديما انا الطياب الوصفات انا كيعجبوني الطياب نشارك معكم الطياب بزاف. شي حاجه اللي كتكون مبسطه وزوينه والوصفات اللي انايا مولفه بهم اللي عندي الوصفات اللي ما كيخطاونيش شي حاجه اللي ما يمكنش تخطاني من الدار ديما تلقاي عندي الوصفات وداك الشيء كنعتني براسي غير في الدار الشعر الوجه كلشي غير في الدار. فصافي البنات المهم انايا راه غادي زعما ننصحكم بزاف ديال الحوايج لا بالنسبه للوجه ولا الشعر ولا اي حاجه. في الايام الجايه في فيديوهات جايه غادي كل فيديو نحاول نعطيكم فيه شي وصفه اللي غادي تنفعكم وصافي. كنبغيكم بزاف. بسلام عليكم.